السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاي لكم فكرة فيديو جديدة جدا جدا جدا. النهاردة هشارككم القهوة اللي بابايا بيعملها، الصحية جدا جدا جدا، اللي آمنة جدا 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 على مرضى الضغط. بابا دلوقتي حابب يشارككم الوصفة دي عشان تستفادوا منها. المكونات: قهوة سادة ولبن. على فكرة الوصفة دي اصلا يعني مش بتسهر خالص. قهوة سادة ولبن وفول مطحون وعسل نحل. تعالوا نشوف بقى بابا يعملها ازاي. اول حاجه بنحط القهوه الساده اهو، نفتحها معاكم. بنحط القهوه الساده على اللبن زي ما انتم شايفين كده. اعملوا الخطوه دي، يعني كل خطوه بابا يعملها اعملوا. بابا دلوقتي حط البن زي ما انتم شايفين كده. على فكره القهوه دي مفيده جدا جدا، بالذات الوصفه دي اصلا هتخليكم تاكلوها وانتوا يعني تشربوها قصدي وانتوا يعني مفيده جدا، يعني مش هتسهركم خالص عشان اللبن بيحش من القهوه اللي انت تفوقي كده. زي ما انتم شايفين هنحط عسل النحل الابيض مش الاسود، الابيض زي ما انتم شايفين كده. طبعا ادعوا لماما في الكومنتات عشان هي تعبانه شويه، يعني ان شاء الله هتخف. عشان كده انا اللي عملته معاكم النهارده الفيديو. ماما تعبانه شويه بس ادعوا لها بقى في الكومنتات، عايزين دعايه كتير كده في الكومنتات. بابا هنا حط العسل وهيقلبها معاكم زي ما انتم شايفين كده. طبعا مفيده جدا جدا، لو حد طبعا عنده الضغط ولا حاجه عادي يشربها، يعني مش هتاثر خالص عليه زي ما انتم شايفين كده. لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنتات حلوه كده زيكم، وتدعوا لماما في الكومنتات واعملوا الوصفه دي واكتبوا لي عجبتكم ولا لا. والله وصفه تحفه 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 جدا وهتحبوها والله. لو كل عشاق القهوه هيعملها انا متاكده. هقول لكم بقى على معلومه انا متاكده محدش قالك عليها قبل كده. لو عايزه بقى تبقى وش كده حلوه كده وكريمه من فوق كده، ما تعملهاش في الكنكه. اول حاجه دوبيها في الكوبايه، بعد كده حطها على الكنكه. بص هتعمل لك وش والله هتدعي لي في الكومنتات. خطوه بقى هنا الفول السوداني. الفول بقى اللي انت عايزاه، الفول ده حلو جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين اهو، بتحط طبعا على القهوه. يعني المشروب اللي انا عاملاه ده تحفه والله. اصلا هو اصلا منظره شهي، شايفين شكله تحس اللي هو شوكولاته، ما تحسوش اللي هو قهوه. كده خلصنا كل المكونات. هي دي المكونات والله، هي دي المكونات. كده بقى خلص. يعني خلطنا كل حاجه مع بعضها، وهنيجي بقى الفقره اللي هنحطها في الكنكه. بس القهوه عملت وش ازاي. هنا بقى هحطها على البوتاجاز وعلى نار هاديه خالص. ولو انت طبعا انا ما عنديش عسل بس عايزه اعمل الوصفه دي، هتحطي مكانها سكر عادي جدا، والوصفه هتبقى طعمها حلو وكل حاجه وامنع وكل حاجه. اول ما تغلي طبعا هوريها لكم واوريكم طبعا الوش. وش طبعا اللي كله بيحب عايز يبقى وش كده، دي الوصفه اللي هخليكي ازاي تعملي وش القهوه. بص مقدرا كده من غير اي حاجه، يعني لسه ما غليتش وعملت وش. يعني بسم الله ما شاء الله، شايفين الوش كده وحلاوته هتبقى طعمها لذيذ جدا. عشاق القهوه يحضروا هنا في الفيديو ده وجربوه، وبقول لكم لو عجبتكم متنسوش تكتبوا في الكومنتات. بص حلاوه الوش، شايفينه اكيد شايفينه، يعني مش محتاجه. شايفين الوش؟ هتقولي ايه اللي عليه ده؟ لا ده عليه بتاع ده فول، الفول اللي انا حطيته المكسرات يعني. شايفين الوش؟ اكيد شايفين، يعني مش محتاجه اوضحه. انا بقى هصب اللي انا عملته. شايفين بص حلاوة وجمال الوش. شايفين هو بيتكلم عن نفسه والله. الكوباية الفنجان لوحده كده بتتكلم عن نفسها. هفكركم بالمكونات تاني: بن سادة، وكمان فول طبعا انا طحناه شويه. على فكره انت ممكن تدقيه كده وبس كده يعني والله. وعسل ممكن تستبدليه وتحطيه مكانه سكر لو مش متوفر العسل. ولبن، كوبايه لبن صغنونه على حسب بقى انت عايزه تشربي قد ايه. شايفين بقى الوش؟ وش بقى فظيع. عشان بقى افرح زياده كده جربوها واكتبوا لي في الكومنتات، عشان انا عارفه متاكده 100% اللي هي هتعجبكم. جربوها بقى، متنسوش تدعوا لي كده في الكومنتات دعوه حلوه لماما. وبس كده.